ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ دي هتبقى تاني سيشن في سيشنات البروجرامز، وهنتكلم النهارده على منحة رايز. ومعانا فاطمة محمود. ازيك فاطمة، عاملة ايه؟ الحمد لله. تقدري تعرفينا بنفسك؟ تمام. أنا فاطمة محمود. أنا رايز وينر 2021. تاني دفعة يعني في رايز. أنا حاليا كنت ستيمر يعني أنا اكسس ستيمر كنت في ستام بني سويف. وأنا حاليا بدرس في نورث ويست يونيفرسيتي في اليو اس، ماتيريال ساينس وانجينيرينج. تمام. تمام. بس. اتشرفنا بيكي معانا يعني. طيب، ممكن تعريف بسيط كده عن منحة رايز اكتر وشروطها، شروط التقديم يعني وكده؟ تمام. أول حاجة رايز هو أكبر بروجرام موجود حاليا يعني لتمويل الشباب يعني في الجامعة وكده. وهو بس مش بروجرام لمجرد ان هو يدفع للجامعة. هو اكبر من كده، يعني هو بيكمل معانا بعد الجامعة يعني. وممكن يدينا كورسز او يوفر لنا شوية كورسز وكده. كورسز مثلا بتكون بفلوس، هو بقى عشان احنا رايت وينر ممكن نخشها مثلا مش ببلاش تماما يعني. بلس ان هما بيقولوا ان ممكن يدفعوا يعني بعد كده للماستر والبي اتش دي. يعني لسه مش متأكدين يعني، بس هم عشان لسه ما اتخرجش اي حد هياخد ماستر، فهم لسه مش عارفين ايه بالظبط هتكون الشروط او هتبقى الموضوع ماشي ازاي يعني. فرايز يعتبر منحة يعني بتكون يعني بتمول مدى الحياة، تفضل معانا مدى الحياة، مش بس فترة معينة أو بس فترة الجامعة أو حاجة كده يعني. بلس ان رايز بتمول الشباب اللي هم 17 بين 15 و17. يعني لو حد ازود من 17 مش هينفع يقدم، وحد اقل من 15 ما ينفعش يقدم. ممكن نقول ان الناس اللي هم في الثانويه مثلا اولى ثانوي تانية ثانوي كده يعني قليل، يعني لو كان تالتة ثانوي. مم. آم، ده الشرط الوحيد للرايز، ان هو يكون شرط السن. في شرط تاني عموما يعني. رايز بقى زي ما انا قلت ان هي منحه بتقدم، يعني منحه بتقدم لك كل حاجه. لو انت رايز وينر فخلاص الرئيس هتفضل معاك. حتى بتقدم لنا حاجات يعني اللي هي مثلا بتساعدنا ان احنا نقرر حاجه معينه، او اللي احنا مثلا عاوزه اخد اي قرار مثلا في اي حاجه، ممكن اعمل معاهم ميتنج وهما بيوفروا لي الشخص اللي انا عاوزاه عشان يعني اتكلم معاه، فاهمين؟ فهي بتساعدنا في كل حاجه حرفيا. يعني الرايز جلوبال دي وينر رايز يعني بيفضل باختصار. وينر كده طول حياته مع الرايز، دايما بيساعدوهم يعني بالظبط. في كل حاجة وكده. بالظبط بالظبط. تمام. شيء جميل جدا. طيب، دلوقتي وانا بقدم مثلا على رايز، فهل وانا بقدم لازم يكون البروجكت، لازم يكون معايا بروجكت خلصان اقدم بيه؟ جميل السؤال ده. سألته. يعني أنا كنت ميتينج تبع رايز نفسها يعني، فاهم ازاي؟ يعني رايز نفسها بتعمل ماركتينج لنفسها، وسألت السؤال ده. السؤال ده إجابته بكل بساطة مش لازم، لأن أصلا رايز وهي حاطة الستاب بتاع أول فلتريشن، الستبس كلها معتمدة على انك تقريبا معكش بروجكت وشغال معاهم يعني، فاهم؟ يعني اول حاجة بيقولك مثلا اعمل فيديو عن مشكلة معينة انت عاوز تحلها، فاعمل سيرش بقى وشوف ايه المشكلة اللي انت عاوز تحلها، فاهم؟ فهو هي عاوزاك تاخد كل الستب معاها يعني، اللي هو ما تكونش انت مجهز اصلا اوريدي حاجة يعني، بس احنا بنكون معانا اوريدي مشروعنا يعني وشغالين عليه من زمان، فبنقدم على طول يعني. أم، ف فهو مش لازم. انا مثلا البروجكت بتاعي ما كانش مكتمل نهائي. كل الموضوع اللي انا كنت عارفه الريزلت تقريبا اللي هتطلع من البروجكت لو انا صممت بروتوتايب يعني. انا كل اللي انا عملته، اللي انا عملت حاجه كده بسيطه، هي كانت من الفوم تقريبا يعني، اللي هو بس يوليت يعني البروجكت، يعني بعمل سيميوليشن للبروجكت. ما ما عملتش حاجه يعني شغاله، يعني بروتوتايب شغال. أم، فبس كل اللي انا عملته اللي انا قابلت دكاترة فعلا واخدت ستيب حقيقية في الموضوع، بس اللي انا ما خليتش البروجكت تقريبا مكتمل تماما او هو شغال اوريدي، لا انا ما عملتش كده اصلا. فلا.
يعني البروجكت مش لازم يكون خلصان، هو ممكن يكون فكره وتاخد فيه ستيب مش اكتر. بص هو مش بالظبط، بس هو يعني تكون عارف المشكلة، عارف ازاي تحلها. آه، يعني مش مجرد انت عارف ازاي تحلها. مثلا عندي مشكله في الميه مثلا، فاروح مثلا اقول ان انا هخترع ميه، مثلا هجيب اتش او ذره اكسجين واتنين هيدروجين واحطهم مع بعض. ما ينفعش، ده سولوشن بس هو مش حقيقي يعني، فاهم؟ فاللي هو اللي هو ازاي هتعمل ده ازاي، لازم تكون عندك الستيب واضحه. انت فاهم يعني انا هعمل كذا 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 وهيكون ماشي كذا، وفي كل ستيب انا عارف انا هعمل ايه عشان اطلع السولوشن اللي انا عاوزه. فاهم ازاي؟ يعني انا يعني باين تقريبا لهم. عامل سيرش كامل عن البروجكت. اه يعني انا باين لهم اللي انا فعلا فاهم الفكره بتاعتي وعارف انا ماشي ازاي، ايه الخطوه الاولى اللي هعملها، ايه الخطوه الثانيه، ايه الخطوه الثالثه، عشان اوصل في الاخر البروجكت بتاعي يبقى كامل. بالظبط بالظبط، يعني تقريبا انت معاك كل حاجه، لو عطوك فلوس وقالوا لك روح نفذ البروجكت انت هتبدا، يعني فاهم؟ اه طيب تمام، ده شيء جميل جدا. طيب، دلوقتي واحنا بنقدم على رايز بيبقى فيه شوية كويزز كده مطلوبة، فايه هي الكويزز دي وازاي لو اقدر احضر لها مثلا او حاجة؟ جميل. اول حاجه، اول فلتريشن مش بيكون كويزز قوي. اللي انا عارفاه عشان هو بيتغير مع الوقت، بيتغير بس حاجات بسيطه يعني. آم، اول فلتريشن كانت عندنا، كان اول حاجه بدخل الداتا بتاعتي عادي. بعدين كان بقى فيديوز، كان باين 5 فيديوز مش متاكده قوي. كان كل واحد بيسالني عن حاجه مختلفه او ستيب معينه في البروجكت. مثلا اول حاجه انا عملت سيرش عن المشكله ولا لا. تاني حاجه السوليوشن بتاعي ايه. رابع حاجه مثلا، تالت حاجه انت ايه الستيب اللي انت خدتها، مثلا بدات مثلا تعمل حاجه معينه. رابع حاجه الريزلت اللي هتطلع مثلا من البروجكت، اللي هي ستيب واضحه زي ستيب الكاد كده. كل فيديو بقى بيكون مختلف عن اللي قبله يعني. آم، بعدين كان في حاجة كده زي لعبة. اللعبة دي هم بيخلوك تلعبها حرفيا، حاجة بسيطة قوي، انت ما تعرفش اصلا انت داخل تلعب ايه. هي لعبة يعني، لعبة عادية عاملة زي لعبة تعبان مثلا، حاجات بسيطة قوي. هم بقى بيقيسوا منها حاجة، مش عارفة هم بيقيسوا منها ايه، بس انت بتلعبها وهم بيقيسوا منها حاجة. بس حرفيا ده كان اول فلتريشن، هو بس مجرد فيديوز. بعدين الفلتريشن التاني، لو شخص بقى من ال 500 من الفاينالست يعني، عشان يكون من ال 100 الوينر، لازم يشتغل على اول حاجه بيعمل في حاجه اسمها فاينلست بروفايل. الفاينلست بروفايل بيكون عباره عن اللي انت بترفع الاكتيفيتيز اللي انت عملتها قبل كده، اللي هو الاتشيفمنتس بتاعتك. وبيبقى في كذا سؤال كده عامل زي ابلكيشن جامعه يعني، ابلكيشن يعني للادميشن وكده. دي كده بتكون اول حاجه في السكند فلتريشن. تاني حاجه بيكون في حاجه اسمها فاينلز داي، وده بيكون 5 ساعات. وبيكون في اكتيفيتيز زي انك مثلا تعمل برزنتيشن، وهما بيكونوا محددين التوبيك بتاع البرزنتيشن من قبليها يعني. بيكون قايلين لك يعني، فانت بتكون محضر وداخل تعمل البرزنتيشن في 5 دقايق 3 دقايق حاجه كده. وبيكون في انترفيو، وبيكون في 2 اكتيفيتيز. اكتيفيتيز اللي هو تيم اكتيفيتيز، يعني بيقسموكم تيمز، وبتخش روم تانية يعني في الزوم، بس تخش روم. وبتبدأ، وبيكون في مقيمين مستحيل يفتحوا المايك او مستحيل يعني يتكلموا معاكم ابدا. وانت والفريق بتاعك بتبدأ تشتغلوا على مثلا، هما بيكونوا باعتين لكم لينك معين، بتكون في الاغلب اسئلة زي اسئلة الاي كيو كده. وبتشتغلوا مع بعض ازاي تحلوا الاسئلة دي عشان تسبمت في الاخر يعني السولوشنز بتاعتكم. بس يعني. تمام. تمام، حلو جدا. طيب، هو مثلا انا دلوقتي بقدم وكل حاجة وماشي في الستبس، فانا عايز او مثلا في اول ستيج، فانا عايز اخلي نسبة اللي انا اتقبل تعلى، فممكن اعمل ايه مثلا زيادة؟ وهل في افضلية للناس عن ناس اوكي. تانية، ولا هو كله بيبقى متساوي حسب السن يعني؟ تمام. مفيش افضليه. هما بيشوفوا الفيديوز، واكتر 500 واحد احسن 500 هما اللي بيتقبلوا. مفيش حاجه مثلا اسمها قابلت واحد من مصر قبل كده فما كانش حلو فانا مش هقابل حد تاني مثلا. مفيش حاجه اسمها يعني زي الكلام اللي بيظهر بتاع الجامعات ده يعني في الادميشن، لا مفيش حاجه اسمها كده. ده اول حاجه. تاني حاجه، أم، عشان نعلي نسبه قبولنا في الحاجه دي، في الرايز يعني وكده، في اول ستيج لازم من وجهة نظري ان الفيديو بتاعك يكون كرييتيف. يعني ما يكونش فيديو مثلا انك مثلا زي ما انا كده باين نصي كده،
او جزء مني وقاعده اتكلم وخلاص، او بتكلم بس. لازم يكون الفيديو مختلف، في مثلا صور، بتحطي صور، بتحط حاجه يعني بتثبت ان الكلام انت بتقوله مش مجرد هري مثلا، او لينكس معينه، او او بتعمل فيديو مثلا البروجكت بتاعك مش شغال مثلا على حاجه لها علاقه الكولleges واليونيفرسيتيز مثلا وكده، والناس لما يقدموا على الادميشن مثلا والحاجات دي. ف وانت مثلا بتساعد الطلبه في حاجه معينه، ونزلت مثلا مدرسه معينه وصورت وعملت واتكلمت مع شويه طلاب وكده، فانت لو رفعت كل الايفيدنس دي تبقى حاجه جميله قوي. فكل لما الفيديو بتاعك الفيديوز بتاعتك تكون فيها ايفيدنس اكتر، يكون الفيديوز احسن. فاهم ازاي؟ بس حتى الانجليش لو انت بتتكلم الانجليش يعني، والانجليش بتاعك مش قد كده، مش بيكون شرط يعني. صح هما بيكونوا حابين الشخص يكون كويس، بس اللي هو مش حاجة تخليك ما تكسب او ما تكسبش. مم. احنا ممكن نعتبرها حاجه شبه، يعني حاجه شبه فيديو الدحيح كده، اللي هو مثلا بيتكلم فيقوم حاطط ريفرنسز، يقوم جايب السورسز بتاعته والحاجات اللي هو بالظبط. بيشرح منها الصور. نفس الفكره يعني، بس بطريقه كرييتيف بالظبط. عن اي بالظبط. حد تاني عشان يخليه نسبه اللي هو يتقبل اعلى. بالظبط. صحيح. طيب تمام، حلو قوي. طيب، تفاصيل شويه عن المنحه بس. هل المنحه دي بتمول دراسات لكليه معينه بعد كده؟ احنا قلنا مثلا، انت قلت الماستر والبي اتش دي. طب بالنسبه لحوار الجامعه نفسها، لا دي انت قلت بالنسبة الماستر والبي اتش للماستر دي والبي ممكن اتش لسه ما دي. تحددش. اه اه لسه سوري. ما اتكلموش عن الموضوع، بس هو عشان منحة معانا طول العمر، فهي ممكن بعد كده تقول يا جماعة أنا قررت مثلا أمول لكم في الماستر مثلا، اه تمام، فنقدم أو دي ماشي. نقول لها تدفع لنا. فاهم؟ طب حلو، طب بالنسبه أما في للجامعه. الجامعة العادية، اوكي في الجامعة العادية رايز بتمول أي حد في أي جامعة في العالم. يعني مثلا أنا مثلا قدمت في جامعة خاصة في مصر واتقبلت، ومعايا ليتر بالقبول بالأكسبتنس، فأنا استخدمه وابعت لرايز ان انا اتقبلت في كذا كذا، وما يقدر يدفعوا لي يعني من اول جامعات مصر لحد جامعات بره مصر في اي دوله في العالم. هم بيدفعوا لاي حته، المهم ان انت بس تثبت لهم اللي انت يعني you got accepted يعني في الجامعه دي، والورق بتاعك كله مظبوط، فهم هيدفعوا لك يعني. تمام، يعني مش بيفضلوا جامعات عن جامعات تانية او كليات عن كليات تانية، لا هو بيدفع في اي جامعه عموما. الشرط بس ان انا يكون معايا الاكسبتنس ليتر. يا بس هما كمان بيدوك الاختيار يعني. في انا عارفة بروجرامز تانية هي اللي بتختار، يعني هي اللي بتختار. يعني انت مثلا تكون مقدم على كذا جامعة وهي بتختار لك مثلا جامعة تقريبا او حاجة زي كده. لا، رايز بتخليك انت تقدم براحتك، وتقدم مع نفسك. ولو قدمت مثلا على 5 universities مثلا واتقبلت في الخمسة، و... ومثلا في واحدة أعلى من التانية بس أنت مش عاوز تروحها مثلا وقررت تروح واحدة أقل، او مش يعني مثلا واحده في الكوليج ليست بتاعتك كانت مكتوبه اول واحده مثلا، تمام، فانت قررت ان امم انت لا مش عاوز اول واحده اللي انت كنت كاتبها وعاوز تاني واحده مثلا، فعادي الاختيار بيرجع لك. يعني انت اللي بتختار الجامعه، يعني بعد ما اتقبلت في خمسه مثلا تختار اللي يعجبك، يعني مش رايز اللي بتختار لك. فاهم؟ فدي حاجه حلوه قوي لان مش موجوده في معظم البروجرامز اصلا. تمام، حلو قوي. طيب، احنا قلنا لما جينا نتكلم على فيز 2، فانت قلتي بيطلبوا مننا مثلا اللي هو الستودنت اكتيفيتيز والاتشيفمنتس ودي كلها. فهل لازم تكون يعني ايه مثلا، يعني ممكن يكون ايه مثال الاتشيفمنتس دي، او ممكن يكون يعني يعني ايه مثال الحاجه اللي انا اكتبها مثلا وانا بقدم. تمام. اول حاجه ابسط الحاجات، لو حاجه بسيطه جدا احنا شايفانا مش اجمد حاجه، بتتكتب عادي. اي حاجه بتتكتب يعني. تاني حاجة هم قاسمين ال student activities يعني الحاجتين، للفولunteer work عموما أي حاجة volunteer، وتاني حاجة اللي هي ال achievements اللي هي ملهاش علاقة بالدراسة يعني كده، فاللي هي مثلا زي مسابقات أو حاجة يعني. آم، بس فأبسط الحاجات بتتكتب يعني. مثلا لو أنا كنت بساعد أصحابي مثلا في الجامعة، فعادي كتبتها في الفولنتير ورك يعني. لو كنت بساعد والدتي مثلا في حاجة معينة بكتبها عادي يعني. أبسط حاجة بتكتبها يعني، مفيش حاجة معينة أقدر أقول اللي هي تتكتب ولا ما تتكتبش، لأن حاجات بسيطة ممكن تكون حاجات مهمة جدا، بس طريقة الكتابة هي اللي هتفرق. يعني مثلا لما أجي أكتب مثلا volunteer work معين مثلا example مثلا for example مثلا رسالة مثلا، فلما أجي أكتبه
ما اروحش اكتب رسالة وخلاص، يعني لازم اكتب انا استفدت ايه منها واثرت فيا ازاي، ويعني عارفين اللي هو انا صح اشتغلت في رسالة وخدت منها حاجة معينة، بس انا استفدت منها ايه يعني، فاهم ازاي؟ ف طريقة الكتابة يعني هي اللي هتفرق بقى ساعتها. اه تمام. يعني مش لازم يكون حاجة جامدة جدا او سيزنت اكتيفيتي جامد جدا علشان اعرف اكتبه، لا هو عادي ابسط الحاجات تقدر تكتبها. بالظبط، لان هو ده جزء من حاجات تانية، فاهم يعني الفاينلز بروفايل هو جزء من حاجة تانية انت لسه تعمل. انت عندك الفاينلز داي. الفاينلز داي اصلا انت مثلا لو رفعت اكتيفيتيز معينة وقلت مثلا في الاكتيفيتي ده انا استفدت كذا كذا او خدت سكيل معينة، فهم اصلا الفاينلز بروفايل الفاينلز داي بيقيسوا ده، فاهم ازاي؟ فهم عن طريق الفاينلز داي بيشوفوا بقى فعلا هل الاكتيفيتيز دي هي فعلا عندك ولا انت مجرد كتبتها، يعني فاهم ازاي؟ فهم في حاجة تانية بيستخدموها عشان يفلتريت، يعني فاهم. اه تمام. تمام. طيب يا فاطمة، لو حد مثلا كان حب يكمل بعد الثانوية في مدرسة مثلا زي مدرسة طيران أو أي حاجة زي كده، دي بتبقى الدراسة فيها حوالي سنتين، مم. فهل المنحة برضو هتموله في حاجة زي كده؟ بتفكرني باليو دبليو سي. ايوه. ايوه اعتقد لان عشان محمد اشرف تقريبا بيدرس دلوقتي في اليو دبليو سي، فاعتقد رايز بتموله. طيب، لا هو لازم وبعد كده البروجكت اللي أنا بتدفع لك بقدم. للجامعة برضو. تمام. طيب هو لازم البروجكت اللي بقدم فيه لازم يكون علمي؟ scientific projects لا. ممكن يكون اي حاجة. احنا يعني مثلا انا انا مثلا بتاعي كان scientific، كان ليه علاقة بالclimate change، بس اعتقد يا علا مثلا صابر كانت برضه عندنا في المدرسة واتقبلت. كان ليه علاقة باللي هو عاملة زي ويب سايت تقريبا بتحل مشاكل الطلاب اللي بيقدموا على الجامعة ومش عارفين يحددوا الميجر يعني وكده، فهي بتساعدهم ان هم يحددوا الميجر بتاعهم. طيب هل لو scientific هيفرق فده في مش الأكسبتنس؟ scientific يعني. اه. طب هل لا. هيفرق في الأكسبتنس؟ لا. طيب بالنسبة نص لأول ستيج. الطلبة نصهم او طلبة المقبول، نص الطلبة. اوكي سوري. نص الطلبة بتاع رايز اللي مقبولين او اكتر من نصهم بيكونوا اصلا البروجكت بتاعهم مش ساينتفك. وانا فاكرة ان في حد كان عامل بروجكت وينر، هو حاليا وينر. الشخص ده كان عامل كان شايف ان في البلد عندهم يعني مش مش بيهتموا بالحيوانات وكده، وما عندهمش وعي كافي يعني. فالولد ده كان الحل بتاعه ان هو يفتح انستجرام اكاونت ويرفع عليه كل مثلا يوم في الصبح كده يرفع عليه صورة لحيوان معين، يرفع صورة لحيوان معين ويكتب عليها بعض مثلا الحاجات عنه، يعني هو الحيوان دي بياكل ايه، ازاي نحافظ عليه، مش عارفه ايه وكده يعني. بس فدي يعتبر بروجكت سيمبل قوي والسوليوشن بتاعه سيمبل جدا ومش ساينتفك خالص يعني. تمام. هو في اول ستيج بيبقى بيقول لك لو حابب تكتب essays او حابب تصور فيديوز، يعني هو بيبقى فيه two options. فهو الافضل ان انا اصور فيديوز ولا ان انا اكتب essays؟ اوكي، في ساعة ما انا كنت بقدم كان بس فيديوز، ما كانش فيه essays. بس الدفعة اللي بعدي او السنة اللي بعدي كان فيه الاتنين. من وجهة نظري الessays بتكون صعب ان انت تعبر عن نفسك فيها زي الفيديوز. الفيديوز بتكون اسهل، كمان تقدر تعرض فيها evidence اكتر. اما ال اما الاسايز بتكون صعب ان انت تعرض فيها الايفيدنس لانك لازم تتكلم بطريقه معينه وتحافظ على الطريقه بتاعتك وتكتب بطريقه كرييتيف جدا، زي ما بنقدم مثلا في الجامعات وكده. بلس انك مش هتعرف ترفع مثلا لو معاك صوره معينه وانت مثلا بتعمل الحاجه دي او اشتغلت على البروجكت او اي ايفيدنس مش هتعرف تعرضه خالص كصوره او كحاجه معينه او فيديو مثلا. فالفيديوز بتكون احسن انك تقدر تعرض الايفيدنس يعني، فعشان كده بشجع ان هي يكون فيديوز مش يكون essays. طيب لو كتبت essays هل ده هيفرق يعني في الاكسبتنس برضه؟ لأ، بس مش هيفرق أكيد، بس
طريقة عرضك للإسايز زي ما قلت في الفيديوز. كل ما تعرض فيديوز كرييتيف أكتر، كل ما تكون إنسان، كل ما تتقبل أكتر يعني، وعرضت evidence أكتر. ففي نفس الوقت في الإسايز كل ما تكتبي إسايز بطريقة أحلى و... وتعرضي فيها evidence أكتر وتتكلمي بطريقة أحسن هتتقبلي. فالفكرة إن هو بحس إن الإسايز أصعب، بس إنك تعرضي evidence زي الفيديوز يعني بس. تمام. طيب ايه الأخطاء اللي ممكن أعملها وتخليني ما اتقبلش في المنحة؟ أم، أول حاجة إن الشخص مثلا ما يحضرش البرزنتيشن بتاعه. دي في الاول ستيج هنقسمها لتو ستيجز. يعني في اول واحده انك مثلا تعمل فيديو اي كلام. اول حاجه انك تعمل فيديوز اي كلام، انما مجرد بس ان انت تتكلم. حتى مهما اتكلمت وعظمت في البروجكت من غير اي evidence، فانت كده مش هتعرف يعني تقنعهم. فاهمه؟ لازم تعرض سكيلز كتيرة قوي وانت تعمل الفيديوز. يعني مثلا لازم تعرض البرزنتيشن سكيل، الكرياتيفيتي، وكل الحاجات دي تكون باينة في الفيديوز بتاعتك. يعني السكيلز تكون باينة وانت بتعمل الفيديوز او الاسايز يعني. أم، دي تاني حاجة. يعني لو انت ما اهتمتش بالتفاصيل دي فانت مش هتتقبل يعني. تالت حاجة انك تستنى لاخر مانت حرفيا عشان ترفع الفيديوز بتاعتك او الاسايز بتاعتك. لان الويب سايت او الاب يعني بيكون صعب قوي او بيكون تقيل في الاخر. فلما الشخص يستنى لاخر لحظة عشان يرفع الحاجات بتاعته ما بيلحقش يعني، او بيكون معلق معاه. وده اللي حصل مع واحدة صاحبتي يعني، او ما لحقتش تقدم. دي كده اول ستيج. يعني تاني ستيج نفس الكلام، ما تاخرش لحد اخر مينت. بس بقى بالنسبه للبرزنتيشن اللي هو موجود في الفاينلز داي، في مرات بيحددوا 3 برزنتيشنز وبيكونوش قايلين، او 3 توبكس وبيكونوش قايلين ان انت هتبرزنت ايه في الفاينلز داي. يعني بيقولوا لك حضر الثلاثه، لان انت مش بتبقى عارف انت هتعمل انهي واحد بالظبط الا لما بتبدا الفاينلز داي. ففي ناس اعرف حد ما حضرش، حضر واحده وما حضرش الاثنين التانيين. يعني كان واثق ان هيجيله دي، بس هو ما جالهوش دي اصلا، جاله واحده تانية. فاهمه ازاي؟ فاللي هو ان عدم التحضير للبرزنتيشن مش هيخليك تعرض زي ما انت تكون محضر. بس فدي حاجه مش كويسه يعني. بس تالت حاجة بقى الثقة في النفس، انك ما تحسش ان انت متوتر يعني. وانت في الفاينلز دي بالذات تحس الشخص ما يحسش ان هو متوتر، عادي اللي هو يتعامل معاه لانه عادي. والخمس ساعات على النت المصري صعب جدا يعني. لازم النت يفصل منك في اي لحظة. ف فان هو يفصل منك ده حاجة طبيعية. هو فصل مني مثلا مرتين يعني، ودخلت تاني. وفي مرات عدت مني يجي 10 دقايق يعني، او حاجة زي كده من اكتيفيتي. فعادي يعني، ده حاجه طبيعيه. اهم حاجه لسه ما توترش. تالت حاجه بقى انك في الفاينلز بروفايل، انك وانت بتتكلم تحط بس مجرد الحاجه 1 2 3، من غير مثلا اول حاجه انا قدمت في مسابقه كذا كذا واتقبلت مثلا وجبت المركز التاني مثلا. فده مش كفايه، لان هم اصلا ما يعرفوش في الاغلب هم مش هيكونوا عارفين ايه المسابقه اصلا دي. فاهمه ازاي؟ يعني مثلا اغلب المسابقات المصريه مش هيكونوا عارفينها اصلا. فلازم الشخص يرفع evidence بالحاجة. ان هو اول حاجة هو خد فعلا الحاجة دي، لازم يكون في مصداقية. بلس انه يرفع لينكس للحاجة دي. يعني مثلا لو في مسابقة معينة ليها بيج مثلا معينة على الفيسبوك، فالشخص لو رفع اللينك بتاع الفيسبوك مثلا هيكون اكتر يعني مصداقية، عشان الشخص يقدر يخش على اللينك ده، او اللي بيراجع البروفايل يقدر يخش على اللينك ويشوف فعلا ان المسابقة دي عبارة عن ايه. تالت حاجة بقى انك تقولي انت استفدت منها ايه، يعني عشان اعرف، عشان احس ان انت فعلا مش مسابقة عدت عليك وخلاص، او انت شخص قراراتك مش بتكون دارسها يعني، مش بتقدم في مسابقات وخلاص لمجرد ان كل الناس اللي حواليك بتقدم يعني، او كده. تمام. طيب بالنسبة للجامعة وكده، فهو المفروض بعد لما بتتقبلي في جامعة وكده، لو اتقبلتي في جامعة كيو اس، فهل المنحة بتكون مسؤولة عن ان هي تمول مصاريف سفرك، سواء في الاجازات او سواء في اول مرة؟ اول حاجه رايز بتدفع اغلب اغلب المنح قصدي للجامعات. بتدفع اول سنه وانت رايحه اول سنه وانت راجع اخر سنه. اما رايز لا، بتدفع سنويا رايح جاي. يعني رايح في اول السنه وجاي في الصيف، وبعدين رايح في اول السنه كل سنه.
فدي اللي مش بيكون موجود في اغلب المنح يعني، فدي حاجه حلوه قوي في رايز. بس بتدفع مره في السنه، يعني رايح جاي مره في السنه مش مرتين، لو حد عنده اجازه مرتين مثلا، اجازه اللي هو بين الترمين يعني او كده. تمام. ماشي تمام. تقريبا احنا اسئلتنا خلصت. شكرا يا فاطمة على وقتك، وشكرا على المعلومات الجميلة دي.